هو انت هتعمل ايه لو اترفضت؟ تعالى اوريك بامثله. احمد الفيشاوي في اكتر من تصريح اتكلم عن انه طلب الجواز من شيرين رضا اكتر من مره بس هي رفضت، ولما سالوه ليه بترفض قال عشان هي ما بتحبنيش. قالوا له طب انت بتحبها؟ رد قال انا بحبها، انا بموت فيها. قمه السلام النفسي. ناس عندهم قناعه ان تعرضهم للرفض ده حاجه ما تقلش منهم ابدا، وده دليل على قمه النضج والثقه بالنفس. الجميله دلال عبد العزيز كتير جدا حكت حكايتها مع سمير غانم وقد ايه هو كان رافض الجواز تماما، بس دلال فضلت وراه 4 سنين لحد ما اتجوزته. في ناس الرفض ما بيعملش معاهم حاجه غير انه بيكون حافز يخليهم ورا الحاجه اللي هم عايزينها لحد ما يوصلوا. اكتر حاجه بتميز الناس دي الاصرار والنفس الطويل. المثال الثالث مش انا اللي هقوله، انتوا اللي هتقولوه. في نوعيه من الناس الرفض بالنسبه لهم اهانه، بيبقوا واصلين لمرحله من الانا والغرور تخليهم يشوفوا رفضهم ده كارثه، فرد فعلهم بيبقى فيه اذى للي قدامهم. اشهر مثال على النوعيه دي من الناس اتقدم لنا في اغنيه نزلت في 2020، اغنيه لو حطيتها ممكن الفيديو كله يتشال. ان الاغنيه اتقال ساعتها انها بتحرض على التحرش والعنف ضد المراه. انت بقى لو اترفضت هتتعامل زي انهي في دول؟